بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم. للي ما يعرفنيش كالعادة نقولكم أنا ليليا، منورين قناتي ومشرفينها بحضوركم المتميز. فيديو اليوم مختلف قليلا على الفيديوهات السابقة، لأنه راح يكون فيه معلومات تخص المقبلين على الزواج، وبالتحديد الزواج المختلط اللي يكون يعني جزائري تركي. جزائرية راح تتزوج مع تركي أو جزائري راح يتزوج مع تركيا. في فيديو اليوم راح نشارككم تفاصيل رحلتي وتحضيراتي اللي قمت بها بداية من الجزائر، كيفاش بديت في تحضير الأوراق واستخراجها، الأوراق اللازمة للزواج في تركيا. يعني واش لازم توجدوا في الجزائر قبل ما تروحوا للترك، يعني واش لازم توجدوا من أوراق وتجيبوها معاكم للترك باه ما توقعوش في مشاكل من بعد. قادرة تكون من بعد تكون عندكم أوراق ناقصة، أو خاصكم إمضاء أو توقيع، أو ما رحتوش مثلا لوزارة الخارجية ما وقعتوهمش أو ما ترجمتوهمش. هنا راح توقعوا في مشاكل في الترك، ويقولوا لكم يطلبوا منكم أنكم ترجموهم، وقادرين ترجموهم قادرين يترجموهم في تركيا أو في الجزائر، لكن راح يختلف المبلغ. في هذه الحالة راح يختلف المبلغ، يعني هي كيف غالية سواء في الجزائر ولا في الترك، لكن راح تكون تقولوا الرحمة في الجزائر تلقاوها، ولو أنها كيف بالنسبة لي أنا جاية كيف، لأنه اللي راح يدي الدراهم تركي كي نجيو نخمو فيها. قلنا به ما توقعش في المشاكل هذيك، وتديو معكم الأوراق يكونوا إن شاء الله تكون ورقة ما تكون خاصتكم، مع تمدوا الدوسي تاعكم يقبلوه لكم ويعطيوكم يحدوا لكم الموعد تاع الزواج تاع العقود. إذا كما راكم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم راح نمده لكم بالتفصيل ونوري لكم بالتحديد كما نقولها بالصور في الفيديو. يعني راح يكونوا فيهم صور واش صورت، يعني اللي قدرت نصوره او واش قدرت نلم، واش نقدر يعني نحطه لكم. راح نشوفوا نشارك معاكم رحلة تاعي بداية من الجزائر حتى وصولي للترك، وحتى وين عقدت يعني والدفتر، وتحصلت على الدفتر العائلي التركي وكذلك الدفتر الجزائري. راح نشرحها لكم بالتفصيل ان شاء الله، ويكون بالصور. تابعوني ان شاء الله، وإن شاء الله يكون مفيد، خاصة كما قلت للمقبلين على الزواج في تركيا بالتحديد. أولا وقبل كل شيء راح نقول لكم واش هي الأوراق اللي رايحين تستخرجوها من ولايتكم، يعني من قسنطينة أو الجزائر العاصمة أو أي ولاية راكم تسكنوا فيها في الجزائر. الأوراق اللي رايحين نقول لكم عليهم هادو هما كامل اللي رايحين تستخرجوهم، ورايحين باه تديوهم لوزارة الخارجية تصادقوا عليهم، لأن المصادقة عليهم في وزارة الخارجية مهمة جدا. اللي رايحين تستخرجوهم أولا شهادة الميلاد، شهادة ميلادك، يعني شهادة ميلادك انتيا أو انتايا اللي رايح تتزوج، شهادة العزوبة، شهادة ميلادك، شهادة العزوبة، صورة عن بطاقة التعريف، صورة عن جواز السفر، شهادة ميلاد الأم، شهادة ميلاد الأب، شهادة ميلاد الأم، شهادة ميلاد الأب، الجنسية، والطوابع الجبائية، الطابع الجبائي اللي تامغ فيسكو. هادو اللي تامغ فيسكو اللي باه تحطوهم من وراء كل ورقة، تحطوهم وراء كل ورقة باه تديو تليغاليزيوهم في وزارة الخارجية، باه تديو تصادقوا عليهم في وزارة الخارجية. نتوما كي تخرجوا شهادة الميلاد وشهادة العزوبة وشهادة ميلاد الأب وشهادة ميلاد الأم، لازم في البلدية اللي استخرجتوهم منها تديوهم تقولوا لهم لازم يحطوا لكم فيهم الطابع تاع صالحة للاستعمال إلا في الخارج.
صالحة للاستعمال إلا في الخارج، يعني valable à l'étranger. فيما يخص الصورة عن بطاقة الفوتوكوبي، يعني عن بطاقة التعريف والفوتوكوبي تاع الباسبور تاعكم، ديروا عليها فوتوكوبي وطلعوها للبلدية تاع القبة، تما باه يكاشيو لكم عليها، من بعد باه تديوها لوزارة الخارجية. نظن مفهومة الهضرة تاعي. أنا قلت لكم بالنسبة حق الشهادة السوابق العدلية راهي عاد مش مطلوبة، لأنه شحال من وحدة دارتها وطلعتها وما داروش، ما عادتش مطلوبة. اسمع، أنا درتها وبقات لي هكاك، شحال من وحدة أصلا دارتها تاني وما طلبوها لهاش. يعني دوكا تركيا كامل ما تطلب شهادة السوابق العدلية، ما هيش مطلوبة. انتوما كي تخرجوا الشهادات تاعكم الميلاد والعزوبة والآخر، خرجوا 5 نسخ 6 نسخ، ماشي اللي تقدروا عليه. أصلا ما يطلبوش بزاف، لأنه كي يطلبوا نسخة 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 ماشي حاجة. هادو بالنسبة للأوراق تاع الزواج، اللي عندها دبلوم ولا اللي حابة تخدم ولا اللي حاب يخدم تما وعنده شهادة تاع لا ليسانس ولا الماجستير ولا دكتوراه ولا أي حاجة، يهز شهادة البكالوريا تاعو ويروح يصادق عليها في وزارة التربية ومن بعد وزارة الخارجية. واللي عنده شهادة تاع التعليم العالي يروح تاني صادق عليها في وزارة التعليم العالي، الأخرى في وزارة التربية والأخرى في البكالوريا وزارة التربية، وتاع الدبلوم تاع الجامعة في وزارة التعليم العالي. ومن بعد كي صادق عليهم يدير لهم التامبر تاع 20 دينار، تامبر فيسكو هذاك فيسكال، ويروح باه يديهم لوزارة الخارجية يصادق عليهم. انا نهضر على هادو انا نهضر لكم على تاع الزواج، ما نهضرش على تاع الخدمه. اللي حاب يخدم والاخر لي ديبلوم تاعو كامل لازم يصادق عليهم في البلاصه اللي خرجهم منها، ومن بعد يتكفل الوزاره، ومن بعد في وزاره الخارجيه لازم هكا تمشي. بالنسبه لي تاع الزواج هادو هما اللي قاعده نهضر عليكم باه تصادقوا عليهم الساعه في وزاره الخارجيه. نقول لكم شهاده الميلاد تروحوا تصادقوا عليها، شهاده الميلاد، شهاده العزوبه، وميلاد الاب والام، ميلاد الأب والأم تروحوا تصادقوا عليهم الساعة في الولاية في البلدية اللي خرجتوا منها، يكتبوا لكم فيها صالحة للاستعمال إلا في الخارج، valable à l'étranger، سواء بالعربية ولا بالفرنسية يكتبوها لكم. ومن بعد الساعة باه تطلعوها لوزارة الخارجية. كي تطلعوهم لوزارة الخارجية وتكاشيو عليهم، هنا وزارة الخارجية أي لازم تروحوا لها الصباح بكري، فيها تكوفير ما عندي ما نقول لكم. تروح لكان دفعت تكوفروا باه تلحق الدالة تاعكم، وكي تلحق الدالة تاعكم تقعدوا واحد الساعة ساعة ونص باه تزيدوا تخرجوها، باه تزيدوا يعطيوهم لكم. وكي يعطيو لكم يعيطوا عليكم ويعطيوكم لي بابي تاعكم، لازم تفيريفيوهم اسكو حاط التامبر ومكاشيين وكاتبين باللي كاتبين مدايرين الكاشي تاعهم ولا لا. لانه صارت قداه واحد قدامي داروهم، صرات لي انا تاني بعد كي دخلت لتما، ورقه كاشاولي فيها وورقه ما كاشاوليش فيها، ورقه حطوا لي كاشاولي على التامبر وورقه ما كاشاوليش على التامبر هذاك. علاه ما لا نعطيو لهم احنا في التامبر هذيك فيسكو، علاه نعطيوهم كي ما يكاشيوش عليهم، ولا من بعد كي صرا لنا خطا ويقولوا لنا يرجعونا على جال الورقه. هم ما نقدروش هكاك نديروا. نتوما خرجوا الورق تاعكم مليح وفيريفيوهم مليح قبل ما تخرجوا. خذوا وقتكم، ما تقولوش راح الحال ولا مزروبين، ولا خذوا وقتكم بما فيه الكفاية، يعني به من بعد ما تندموش. لأنه خاصة اللي يسكنوا بعاد على الجزائر العاصمة مساكن سفرة وبزاف، اللي يجيكم من الصحراء اللي يجيهم من الآخر، هذا إشكال كبير من دايرته الوزارة تاعنا. المهم أنا هادو قلت لكم عليهم كي تخرجوهم وتروحوا تكاشيوهم في وزارة الخارجية. بعد ما تكاشيوهم في وزارة الخارجية تديوهم، لازم لهم الترجمة.
الترجمة كاينين غير زوج معترف بهم، يعني لو كان تهز الورق تاعك وتدي ترجمهم عند اي واحد نقولوها قريب ليك لدارك ولا ما نبليش كيفاه ولا رخيص في السومة ولا مش راح يقبلوهم لكم. كاينه وحده هذه زينب، وكاين واحد زينب تترجم من العربيه للتركيه، وواحد والله ما على بالي باسمه يترجم من الفرنسيه للتركيه. جنرال كامل يبعتوكم عند زينب. زينب هذه هي اللي مختصه المترجمه. الترجمه تروحوا تديو الورق، هما كانوا نورمالمون 5 دوكا 4، خاطر قلت لكم ما عندكم على تزيدوا تكثروا على روحكم الورق. الترجمه غاليه ماهيش رخيصه، كل 3 شهور ولا 4 تزيدي، ماشي حاجة سهلة. الترجمة عندكم الورق اللي ترجموهم هما شهادة الميلاد وشهادة السوابق العدلية اللي هي قلت لكم ما هيش مطلوبة. اللي حب يديرها ويخاف يديرها ربي سهل. انا نقول لكم على ضمانتي بلي ما قاعدينش يطلبوا فيها السوابق العدلية، وقالوها لي في شحال من بلاصة رحت لهم قالوا لي ما عدناش نطلبوا شهادة السوابق العدلية في تركيا. شهادة الميلاد تديوها، وشهادة الجنسية. شهادة الجنسية ما قلت لكمش كي تخرجوها طلعوها عند النائب العام باه يكاشي لكم فيها، لأنه مطلوبة، لازم كي تخرجوها يكاشي لكم فيها الوكيل، وقولوا لهم بلي أنا راح نطلعها للخارج، يقولوا لكم روحوا طلعيها للنائب العام. كي تطلعيها للنائب العام يكاشي لك فيها. شهادة الجنسية قلنا الأوراق اللي رايحين ترجموهم هي شهادة الميلاد تاعك، شهادة الجنسية، شهادة العزوبة، وصورة عن بطاقة التعريف. 4 ورق يعني. وبطبيعة الحال كان حابين ترجموا تاني، قلت لكم عندكم ديبلوم وحابين ترجموا، هذيك تاني حاجة خلاف. لي ديبلوم اللي ما عندوش ديبلوم ولا اللي مش نيته يخدم هذيك ما يديرش ما يترجمهمش. الترجمة كانت واحد 200 ألف للورقة. أنا يكي ترجمتها ب300 الورقة، يعني دركا قادر تلقاوها زادت مش باه نقول لكم تنقص، اي مو حال حتنقص، يعني 300 للورقة. احسبوا نتوما تديوها للمترجمة الورق هذوك 4 الاخرين راكم تخبيوهم، شهادة ميلاد الاب وشهادة ميلاد الام اللي يكونوا مصادق عليهم في وزارة الخارجية، خبيوهم. والاخرين هذوك 4 هزوهم اديوهم ترجموهم، وكي ترجموهم وتخلصوا اديوهم للقنصلية التركية في الجزائر. القنصلية التركية في الجزائر تاني أي بالدراهم، باه يكون في علمكم ماهيش باطل. حاجة في الدنيا هذه ما ولات باطل، كلش عاد بالدراهم، وكلش كما تركيا كلش عاد تضربوا في 3 في 4 عاد تطلع برك، مهم يربحوا من دهورنا. القنصلية التركية في الجزائر نورمالمون كانت تدير الورقة ب200 ألف، دركا الورقة 250 300 تاني. المهم نتوما كي تروحوا تطلعوا للجزائر ولا اللي يسكن في الجزائر ولا اللي يروح للجزائر لازم يدي معاه شكارة دراهم تاع القنصلية وتاع المترجمة نتوما، وعلى حساب الورق تاعكم اللي راح نترجموهم. قلت لك اللي عندهم 4 وريقات يجيهم شوية كما نقولها ماشي حاجة، بصح اللي عنده بزاف دبلومات وعنده خايف بزاف وحب يترجم أوراق بزاف أكيد راح تجيه غالية. نورمالمون نظن كلامي كان واضح بالنسبة للأوراق اللي هما باينين، يعني هما الأوراق كامل هادو باينين، ما عندنا ما نزيد فيهم. هذا بالنسبة لي في الجزائر. كي تروحوا للترك وتتلاقاو الزوج تاعكم ولا الزوجة تاعكم عنده هو تاني أوراق وراح يخرجهم، انتيا ولا انتايا حتى تقعدوا غير ما تتفرجوا كما نقولها تبعوا برك كما درت انايا، قعدت غير نتبع برك كي يهضر معايا ولا يقول لي حاجه ولا هكذا نقول له ربي يسهل عليك. انا الورق تاعي جبتهم اديناهم للبلديه اللي وين راح نعقد فيها فيريفاهم لقاهم كامل صحاح، قلت لهم الحمد لله. الباقي عليه هو كي تروحوا للترك عندكم تصاور راح تخرجوهم 5 في 5 بيومتريك يقولوا لهم الاخر، خرجوا 5 تصاور وتروحوا للوبيتال تاع البلد المحافظة اللي راح تسكنوا فيها، تديوهم يعطيكم تروحوا الساعة كما أنا نهدر. أنا رحت للبلدية تاعي اللي نسكن فيها في تشاي جمعة، رحت ليها لتما هز لي الدوسي
لقاه اوكي، اعطانا واحد الورقة هذيك هزينا فيها تصاور، صورنا كما نقولوا احنا، صورنا الساع وعطينا لهم تصاور. اعطانا واحد الورقة، رحنا بها الورقة هذيك ديناها للوبيتال. كي رحنا للمستشفى لتما درنا التعيار هما عندهم الحاجة المليحة فيهم انهم كي يعيرولك ما يعطيوكش الريزلت، تتبعت في السيستم بعد سما واش يخرج ولا مليح ولا ماشي مليح انتيا ما تشوفيش حتى ولا كانك مريضة ولا ما على بالكش لا كانك مريضة ولا لا كلش يجبدوا لك الدم، يعيروا تخرج الريزلتا، يبعتوها بار انترنت في الميكرو في السيستم تاعهم، يبعتوها توصل عند البلدية اللي رايحة تعقدي فيها، تقولي له ورانا درنا، يعطيكم واحد الورقة هكا بليكم عيرتوا تعيارات هذوك اللي يكوشيو لكم عليهم، تعطيو لهم الورقة هذيك، يهزها يدخل للسيستم، يقرا يشوف نسبة الدم متوافقة لا كان في حالة حدوث حمل اسكو يكون الجنين يصير له تشوهات ولا لا اسكو مريضة بمرض ماشي مليح ولا ما هكا، كلش يطلع عندهم، تخرج بالنسبة، يشوفوا النسبة كاين فيها توافق يقول لكم اوكي خيروا النهار اللي حين تعقدوا فيه، لا خرجت كاش حاجه كاش بروبليم ولا مشكل هكا خرج لكم يقولوا لكم. احنا الحمد لله ما خرج حتى مشكل، قالوا لنا الدوسي تاعكم مقبول، قبلوه عطاونا لا دات وتم الامر بحمده وشكره، بحمد لله يا ربي تم الامر على خير. المهم انا نحكي لكم الديتاي اللي عشتهم انا دركا، كل واحد دركا عندها حكايتها، كل وحده عندها قصتها، كل وحده كيفاش جرات كيفاه دارت. هذه انا بالنسبه لي هكا صارت عندي انا. رحنا دينا كي رحت للترك خرجنا تصاور، درنا التعيار، مديت لي بابي تاع الجزائر، وهو خرجهم تاني، خرج الوحيد تاعو شهاده ميلاد والاخر خرجهم بلا انترنت، دقيقة خرج كلش. هادي يعطيوكم الدفتر العائلي والحمد لله تزوجتم مبروك عليكم، توليو تجريو باه ديري الإقامة تاعك اللي هي الإقامة العائلية. باه ديري الإقامة العائلية تاعك عندك كوارت تاني لازم تخرجيهم. هو يخرج شهادة ميلاده وشهادة عقد الزواج من دائرة النفوس، تروحي تدي معك الدفتر العائلي يصرح هو بالزواج، دير التصريح بالزواج، اصلا كلش كاين في السيستم، ما يصرح ما وحده كيخرج تاع كي يخرج نقول الدفتر العائلي كلش يكون في السيستم يخرج. كي تروحي دير لدائرة النفوس، كي يروح لدائرة النفوس يخرج زعما شهادة عقد الزواج تاعو يخرج له كلش. تروحي تخرجي باه ديري الإقامة تاعك، تروحي لدار الهجرة جوتشي دارسي اللي جوتشي دارسي، كل وحدة تاني في محافظة تاعها. اللي في اسطنبول كاينه دار الهجرة تما، اللي في أنقرة، اللي في زنقلدة كما انا، اللي في اي بلاصه كاينه جوتشي دارسي، هذه دار الهجرة جوتشي دارسي. يعطيوك دوسي طويل وعريض فيه واحد 10 أوراق ولا، ويسلك عليك تاني لاسيرونس تاع عام، حق ما كي قاعده كل عام يسلك عليك، والله نسيت، المهم يخرج عليك دراهم، يسلك عليك الاخر، ويسلك عليك لاسيرونس، ويسلك عليك حق الإقامة هذيك، فيها 2 حوايج يسلكهم. دار الهجرة في كما انا في دار الهجرة في زنقلدة نديروا البصمة يبصموك يصوروك، يديروا لك البصمة ويصوروك وتصاور تاني تخرجيهم تاعك، ويديروا لك الكملك، يعطيوك واحد النومرو اللي هو اللي بيه تقدري. قبل هذا نسيت، حنايا كي رحت للمستشفى باه ندير انايا ليا انا التحليل،
طلبوا مني قالوا لي لازم تروحي الساعة لجوتشي دارسي يديروا لك، يعطيوك واحد الرقم، هي رقم تسلسلي كي شغل بطاقة تعريف باه تدخلي عندهم في السيستم. قالك خاطر لو كان ما يعطيوكش هذيك الرقم التسلسلي ما تدخليش عندهم في السيستم، وما يقدروش يبعثوا للبلدية، يبعثوا لهم التحاليل تاعي، الدوسي تاعي ما يوصلش عندهم اصلا، ما نكونش مماركيه عندهم. انا رحت الساعة لجوتشي دارسي، خرجت دار الهجرة، خرجت عطاوني واحد الورقة، ورقة صغيرة فيها نومرو، في 11 رقم للتاجي، يعني رقم بطاقة التعريف والاسم تاعي ورقم بطاقة التعريف. كي دخلت لتما خرجت، دخلت عندهم في السيستم، قدرت ندير التحاليل بها. هذاك هو الرقم اللي يبقى يتبعك طول، اسمه هذاك هو بعدا اللي يحطوه لك من بعد في الكمليك تاعك، في بطاقة التعريف تاعك. دخل يوجد الدوسي كما قلت لكم، يسلك عليك تاني دراهم وتستناو. كانوا بكرية واحد 10 أيام 15 يوم وتخرج الكمليك بطاقة التعريف. دركا كما أنا قالوا لنا شهر وتخرج الكمليك. أنا مازالت ما لحقتنيش، أنا عندي 20 يوم، بقاو 10 أيام هكا كنت لحقت توصلك لباب الدار. إذا ما وصلتكش لباب الدار يا يكون العنوان تاعك خاطئ ما لحقش قد ولا هما يكونوا قاعد مازالوا يدقوا، خاطر كاينه اجراءات يدقوا فيها. ابصر وش هي. ان شاء الله يا رب يكون الشرح تاعي كان واضح. مانيش فاهمه لكان هدرت انا قاعده نهدر واش قاعده نتفكر، اسما مانيش ما على باليش لكان قاعدين تفهموا فيا مليح ولا لا. ان شاء الله يا رب يكون الواحد مفهوم، واللي ما فهمش يعني يقدر يزيد يعاود الفيديو باه يفهموا مليح. انا المهم نكتب لكم من بعد، نزيد نكتب لكم وش هي الاوراق اللازمه في الجزائر اللي تخرجوها، والاوراق اللازمه اللي لازم باه تديوها معاكم لتركيا، وان شاء الله تكون مفهومه. نتمنى لكل وحده وكل واحد ناوي الخير ربي يسهل له يا ربي، وربي يكمل كل واحد طالب الحلال، وربي يسهل لكل مؤمن ومؤمنة. وإن شاء الله يا ربي يلاقيكم بولاد الحلال وبنات الحلال، وربي يفرح كل واحد. نتمنى إن شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم واضح. إذا ما فهمتوش ولا حاجة هكذا ولا أي استفسار خليوه لي في التعليق، وأنا بإذن الله نجاوبكم. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر، ومع السلامة.